موت يا حمار دي جملة بنقولها أو بنسمعها لما يكون في حد باله طويل في تنفيذ شيء معين، أو لما يجي حد ويقول إنه هيعمل حاجة معينة أو هينفذ شيء معين وإحنا متأكدين إنه عمره ما هيعملها، فبنقوله موت يا حمار. بس ليه موت يا حمار؟ وليه بالذات اختاروا الحمار؟ المثل ده وراه قصة كبيرة جدا، بس قبل ما نعرفها يلا نذكر الله ونصلي على الرسول. الحدوتة بتقول إن زمان كان في حاكم مملكة معينة قاعد وسط وزرائه في ساحة القصر بتاعه. الحاكم ده هو قاعد اتفاجئ بحمار داخل بستان المملكة بتاعته. الحاكم ده لما شاف الحمار اتعصب، فضل يصرخ ويقول هاتولي الحمار ده أنا لازم أقتله. الوزراء بتوعه فضلوا يهدوه ويقولوا له يا مولانا ده حمار، ده مجرد حيوان ما يعرفش القوانين، هتقتله ليه؟ بس الحاكم أصر وقال الحمار ده لازم يتقتل علشان يتعلم ازاي إنه يحترم القواعد الملكية. وهنا اتدخل واحد من الناس الأذكياء اللي كانوا موجودين وقال للحاكم ده يا مولاي سيب لي الحمار ده وأنا هعلمه القواعد الملكية، بس اديني مهلة 10 سنين علشان أشتغل عليه، واديني كمان قصر بعيد عن الناس علشان أعلم الحمار ده كل قواعد المملكة. الحاكم وافق وقال له أنا هديلك ال10 سنين دول وهديلك كمان القصر اللي انت طلبته، بس بعد 10 سنين لو الحمار ما تعلمش كل قواعد المملكة أنا هقطع رقبتك. الراجل الذكي ده طلع جري على مراته وحكى لها كل اللي حصل، فمراته اتصدمت من اللي سمعته وقالت له انت اتجننت، ده حمار هتعلمه ازاي؟ ده اكيد الحاكم هيقطع رقبتك. فزوجها رد عليها بمنتهى الهدوء وقال لها يا ستي دول 10 سنين، يا الملك يموت يا انا اموت يا الحمار يموت، وموت يا حمار. ومن هنا جت قصة المثل وفضلت الناس تردده في كل المواقف المشابهة لما يكون حد بيماطل في تنفيذ شيء معين او لما يكون حد مستحيل انه ينفذ الحاجة دي، فبنقول له موت يا حمار.